يا ترى ازاي ممكن مكان ميت يزرع فيه الامل من تاني؟ وهل فعلا الورد ممكن يطلع من قلب التراب؟ دي حكايه قط غيرت حياته، روح صغيره. في البدايه نبدا بالصلاه على النبي، فيديو الكومنتات، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك. في طرف مدينه زحمه كان في بيت زجاج قديم ومهجور. في المكان ده كان دايما بيروح زقزوق، القط الرمادي الحكيم الانيق. وفي يوم لقى هناك سبارك، كتكوت اصفر صغنون جدا وضعيف. زقزوق اللي كان متعود على قسوه الحياه حس بحنيه غريبه وقرر انه يعتني بيه. ما كانش انقاذ كبير، لا، كانت حاجات بسيطه بس كل يوم. زقزوق كان بيدور على دفى واكل لسبارك ويحميه، وشويه بشويه سبارك بدا يكبر ويقوى، وده غير حاجه جوه زقزوق نفسه، وحس بفرحه وهدف ما كانش يعرفه. هنا زقزوق فهم حكمه كبيره، ان الامل الحقيقي في انك تراعي روح صغيره وتشوفها بتنمو، وان الغنى مش في الفلوس، الغنى في انك تشوف الحياه بتزدهر حواليك. ودي يا اصحابي كانت حدوتتنا. ايه رايكم؟ شاركونا في التعليقات، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب